طبعًا لو محتارة على الغدا النهارده يبقى الوصفة دي ليكِ. صدر فرخة، عملنا الكفتة زي ما أنتم شايفين ما شاء الله كده، تبارك الرحمن ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا. طبعًا شوحته في حتة زبدة زي ما أنتم شايفين، الصلصة كانت في الحلة على شوية زيت، مكعب زبدة، نزلت كمان بالكفتة بتاعتي، وبعدين رُحت نازلة عليها بالمكرونة بتاعتي كمان، ضبطت المَيّة بتاعتي، ضبطت الملح بتاعي، شوية فلفل أسود كده، ورُحت مضبطاهم، غطيت عليها لمدة ربع ساعة، كانت استوت وخرجت معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. أكلة موفّرة وحلوة ولذيذة، وهتكفّي كمان 7، 8 أفراد، ما شاء الله كده ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا. وكمان ما اتفتحتش معايا في المكرونة، والكفتة كانت فظيعة جدًا، جدًا. قدّمتها كده زي ما أنتم شايفين، وبألف هنا وشفا. استنوا مني وصفات جديدة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان خلاص على الأبواب، ومتشكرة جدًا ليكم ربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا. شايفين الجمال؟ كانت تحفة فنية بصراحة، كانت رائعة. أتمنى تعجبكم.